بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير جزء عما مبل شامناي كفال بتحنا لنا. طبعا أب تفسير سورة النازعات نازل لنا اتن زحلفا آياتات كاب حده سقاب 14 زلو قليسنا يو تتقبلنا زنبرنا مبل 15 آية نخن جمر مالتيو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نجمرينا اتي آيات زجمر مالتي كاب آية 15. الله سبحانه وتعالى انتيلو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم قال تعالى مبينا ما جرى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ والخطاب في قوله هل أتاك للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يأتي خطابه، أو يصح توجيه الخطاب إليه ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد، وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان حديث موسى، وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين، أحدهما في الأحزاب في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، سورة الأحزاب آية شعته. والثاني في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، سورة الشورى آية 10. وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره، لأن موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبأ الأنبياء وأشملها وأوسعها في قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى، تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة. طبعا الله سبحانه وتعالى بزعبا ناي موسى عليه السلام مس فرعون تاريخ مالتي ويدما تزترخبه ويتقصة اتي أحداث قلت لنا مالتي أب قرآن. الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى، طبعا تقندي زربا مجمريا تيزو وعزلو زنقر زلو رسول صلى الله عليه وسلم يو والخطاب يعني نعو مالتيو قصيلو خانئي ندحري ازمت سب مالتيو نأمتو ونزقبو سبك، ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد، وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان نزخون سب أنت ود سب تفلق دي خاب زعبا موسى عليه السلام ودي عمران عليه السلام كافتم زبلت وأنبياتات حادة مالتيو ناي بني إسرائيل زنبره كافتم أولو العزم زبهال دما كافتم حمشته عابي حلافنة رب العالمين ذهبهم كلهم حلافنة يبهم كلهم أنبياء كلهم خير يوم، لكن زيهم حمشته أنبياتات جن كم تزعمت وعلماء أولو العزم يبهالو محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، نوح عليه السلام. زيهم كافتم كلهم أنبياتات ذكروا القرآن مالتهم أولو العزم تباهلهم يتصوعوا كم تي أفت آيات قرأنا يوم مالتيو
أب سورة الأحزاب آية 7 وبسورة الشورى آية 13 مالتي ونمنتاي الله سبحانه وتعالى بزعبة قصة موسى مع بني إسرائيل مس يهود مالت بزحت نيروم يوم المدينة بزعبة كأجل يسألنا رب العالمين طبعا بزح حكماتات سلزلوا بزح نجر كل مهارلو كم زلنا كاب كله قصصنا موسى عليه السلام مس يهود تداقاقيمو أب قرآن ينقرنا لأنه إذا خاء أقداسي موضوع سلزخونة إتي حدا سب دقاقيمو بزعبة حدا نقر كزاربا كخلو نبعلو أقداسي نقر كخون سلزخيل قرآن كأت طبعا كابزيخن فلطوز قبعنا تاريخن من النت نايزيوم هزب زيوم نايزوم أمة زيوم كمي كم زنبورو كمي يقبرون يرم مسربي كمي يقبرون يرم مس أنبياء إذا كله نحناون طبعا سمعنا تاريخ ترت ويدما نبرة كنزات يلو ويدما خنكيفلو ويدما كم زي مزانا قعي زي محلف خنقبرو زي كونه انتهي دقا كابتنا هاتهم تاريخ كابتنا هاتهم جيجاتات زقبرو وزنبرو نحنا نخين نقبرو زمهرنا مالتيو بني إسرائيل مس أنبياتات ناتهم تاي قبرو نيرهم كم زي ربي بلوم كم زي قبرو حج رب العالمين أمة تايبين رئيخهم زياتهم كمان كم زي قيرهم كم زي شقر بتسيحهم كم زي عذاب بتسيحهم قنا بالدنيا خلوا آخر خم زي تصبيهم الله أمسخاتهم كأتت أنقوا أي تقبرو كم زي خيتخونوا كم زي ناتاتهم كويت إنبر نحنا تاريخ ني مزانا قعي كون رب العالمين القرآن وريدوه مالتي ولذلك أب سينما أتيخا مزانا قعي فيلمي سائل كازي اللي حق زي كونه مع الشوي هوليوود فيلم ريخهم بعالم ملء حجي سبق هيوتو 5 رسع غيرمو زي اللي نقرات حق زي كونه يعني حتى سبحان الله مستهيوتو زقاجو مسين هيوتو 5 يقبل طراي عينت زقبر أفلامات وقصاتات يوم زنقرن بر حقيقة واقع زلوا أيكونن كله كاب حسوت تبقيسو تلعليو كله يخل الحق خفت واقع لكن مبزحتو جيزيجن دحرينايو حتى سبحان الله كسرحوهم كله بناي يعني زي أفلام ويدماناي سينما خدعة زلو بناي قول عمد صوت قحط غيرهم يوم زخلو السرحو وزبزح يعني عجيب يزخونك سبحان الله تي تكنولوجينا هاتهم كما يتقاملو لكن مع الأسف قفلنا أبقى جزانا في المخنرين كلنا نفتح عالم نسيئتونا يعني يخدعونا خندي جزي يدفؤلنا مالتهم لكن قرآن زنقرنا قصص جن نايب حق ترى خبا قصصيو إذا قصص زخاني أب تجبراوي زوا عليو واتي نهاتو خاتي نمص ازخون بزعبا زوم سبزيوم زنقرنا رب العالمين كحق نجري سلازي نتي حق من قد زات حزنا نوتم حمق من قد حيزوم زخود زنبرو خا ناتاتهم متقرشتا رب العالمين كقلصلنا خلو نحنا ون دغنا كاين دغمونا هاتاتهم جيجا امبر كالا ايكونن ولذلك تي قصة فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبأ الأنبياء وأشملها وأوسعها إلو مالتي تزبزح كافتو كل قصص الأنبياء تمهرنايو ويدما القرآن زورد مالتيو القرآن زورد رب العالمين نخن مهارلو تي زبزح تي سفح بالدقيق وزقلت لنا بزعبا موسى عليه السلام مس بني إسرائيل مالتيو أبزي آيات زخاني هل أتاك حديث موسى له تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة متى نتسمعي إني له سمع انتهي ترخيبي له كستبهل كستوعل بناء نخجبر هل أتاك حديث موسى بتحو كادو وري ناي موسى ويدما زروا ناي موسى إلو الله سبحانه وتعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ناداه الله عز وجل نداء سمعه بصوت الله عز وجل قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا موسى عليه السلام حدا خفتم مس رب العالمين تزاربوا أنبياتاتيو السط رأي تزارب الله سبحانه وتعالى رب العالمين تصوعوه مباشرة دمسنا رب سمعوه تزاربوه يعني أب كم سورة مريم أب آية 50 كل تنزله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا رب العالمين تصوعوه يا موسى تباهل تصوع مالته وقوله بالوادي المقدس هو الطور والوادي هو مجرى الماء وسماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام بالوادي المقدس مالتك إذا الطور زبها البوتا
وادي خمز ما يزفسو جوبا زي كونس عمونجو جوبا زركب مالتيو وادي بهال ما يزخدلو ورب خا مقدس يلو بالوادي المقدس مالت انتهي مالتيو كان فيه الوحي وحي أوسل زوردن موسى عليه السلام نعيت بوتا يعني مقدس مالسي كبر بوتا استخبره ويرب زفوتو بوتا خوين مالتو اسم للوادي اتطوى خا نايتي بوتا نايتي وادي ناي أمونغو جوبو انتا إزبهل جوبو دحري وادي خا يعني أمونغو خلطو جوبو زركب ما يزخدلو وادي بهال مالتيو حقيقة بتقرنياتا قال بالزبط أي تحدرنن ويا فلطان لكن السوتبوتا نص رب العالمين طوائلو نايت وادي بوتا مالتيو اذهب إلى فرعون إنه طغى فرعون كان ملك مصر ناي نقوس ناي مصر زنبره نقوس ويناي قبط مالتيو وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى موسى فرعون انتهي بالنيرو تهزبي أنا ربكم أنا زلعلكو فتاريخم خلاقكم وأنه لا إله غيره بجك أنا خالق فتاري يلن وي خلاقي يلن كما قال تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري بسورة القصص آية 36 مالتيو عفوا آية 38 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري سلزي كم زيلو تزاربو مالتيو فرعون آنسي كالي بجاكاي إله ويدما تقزقوا قويتا أيفلت لكم من يلنيو إلو مالتيو فادعى ما ليس له يعني السو زي قبرو نجر السو زي كون نجر كالت زي بولو نجر بزعباز قدايزي تزاربو مالتيو ربنا هلوه نسو أنا ربي له وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل وأمر الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى فرعون وهذه هي الرسالة حجي فرعون كم إلو طبعا نهزمكم إلو إمينوه نهزمكم إلو يزارب نيرو إذا حق إذا ما حقناتو يكونن حقنا يربيو خلاقاي يربيو إله كجزاء سبنعو إذا قباء مالتيو نسوقن إذا حق إذا خاب الله سبحانه وتعالى قديفو نرأسو غيرو رب العالمين كأني لأخ سيدي له مالتي إنه موسى لي أخلو كيدنا وإلو مالتي أن يذهب إلى فرعون وهذه هي الرسالة إذا تعمل اختدمة نموسى تعمل اختزي نفرعون ده موسى لي أخوه وبين سبب ذلك وهو طغيان هذا الرجل تمخنيات كان من تاي السبب أيزي كامت أن لعلي قدبو حليفو خيدو يعني سروحو خيقبر زي سروحو أتيو مالتيو سلطان خوني خيلي نقص خوني خيلي سبك جزء خيليو بحق من قد يخون بالظلم يخون إذا رب حسابه لكن كابو حليفون لعلي طغيان مالت يعني الطغيان زبهل أبزخونه كنريون كلنا حدث كاب قدبو حلف كله كمت أن لعلك حلف كله أبنت حجي كقلت أخلو طغان تاي مالتيو كبايان أبنت ما يتملأ حجي سقاب تامت الرشتات بتصحت أطوة بالكايا كاقول لعلي تفسيس كايو قنسو يلغفسس كله قل خلاص يعني طغيان يبهل زخونه نجر كمت أن لعلي ظلم ديو ولا حمق طباي ديو ولا رب زي طغيان رب أيفتون يعني خمت أن لعلك حلف كله قدب زي بلو مالتيو سلازي طغى السبعيزي طغى طغيان غيرو مالتيو أعني فرعون نبعلوسي تايلو اذهبا إلى فرعون إنه طغى إلى رب العالمين بسورة طه آية 4 اذهبا إلى فرعون إنه طغى مغنياتو موسى عليه السلام مسحاو هارون كلتيهم أنبياتات نفرعون كيدمو مالتيو ولا منافاة بين الآيتين وذلك أن الله تعالى أرسل موسى أولا ثم طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون فأرسل هارون عليه السلام مع موسى فصار موسى وهارون كلاهما مرسل إلى فرعون وقوله تعالى إنه طغى أفت مجمريا طبعا اذهب إلى فرعون إنه طغى بين موسى 5 خيدات قلت سألنا آية تحال أبكال أفتي بسورة النازعات مالتيو بسورة طه آية 4 اذهبا مالت كل تسبات يوم اذهبا إلى فرعون من يوم زي كل يوم سبات موسى عليه السلام وهارون مالتيو
وطبعا رب العالمين موسى بينه خيد حتيته مالتيو قال أي جبر اللي دقافيه مسايز حق زنيلو ونحاو نبي نخون هارون رب لمينو حراي لرب العالمين كأن هارون نبي خوينو مرسل جيرو سلازي كلت يوم سلازي واقع نجري يلن مجمع عفتي نهار موسى تعزيزو موسى خابيني كي كيد حق زن حوي مساي نعوني إلا أخت إلو لمينو ربي رب العالمين كأستجيب له هارون بسبب حو لما بدعانا هارون ناي موسى عليه السلام نسو حو خاني نبي خوينو مالتيو ولذلك كلت يوم كيدو تباهلهم أفتخاخل بينها خي تباهلو إنه طغى أي زاد على حده طغيان مالتين تايلنا حدثب كافت قدبو كافت متأنو انتا إزبهال مسلاك وخمسلو خالو انتا إزبهال اللو كل جزء ولدنا زبلو أوسل الذكرني مثال زبزح بزح أو ينجح زخون نجر كبزحن كله أو كان بعلو مس مجبخ تصرح خل خط عميو كمت أنا لعلى خبزح خلو جد اتناي مجبي مقاريت يتأفق مالتيو ترجم يقولون زبلع خط بلع خط عميت مكانه سلزي كي بزح خي واحدة متأني يخون كله مالتي حجي إذا طغيان مالت كابتي تايز بهالكافت جبون لعليك حلف كله مالتي أي زاد على حده لأن الطغيان هو الزيادة طغيان مالت زيادة مالتي يعني كان متأنو لعليك والسخن كله ويكافت تجبو أخوة السخن كله ومنه قوله تعالى إنه إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية بسورة الحاقة آية 11 ومنه الطاغوت لأن فيه مجاوزة الحد سلزي إن لما طغى الماء حملناكم طغى الماء مالت تماي كمت أن العلم سفسس مالتي مجاوزة الحد أبكال آية خاني فقل هل لك إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية بسورة الحق آية 11 ومنه الطاغوت الطاغوت مالتك أحد سب طاغوت تتباهلوا لأن فيه مجاوزة الحد يعني طغى يطغو طاغوت يبهل سبكا طاغوت فرعون انتا ينيرو طاغوت حد سب كمت أن لعلي ظالم كون كله طاغوت يبهل مالتيو إذن يزوزو المخاز قديدو حليفوسي نتوم سبات استعبدوهم باريا غيروهم لبني إسرائيل بارايو غيروهم دحارك عندنا أنا ربكم يلوهم كالي إزفلت لكم ربي يلن خلق إله يلن إلوهم مالتيو إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إلنا اتيماين بعلو مس بزحين مس حالفة خمت أن لعلي مالتيو قتلوا الله سبحانه وتعالى فقل هل لك إلى أن تزكى الاستفهام هنا للتشويق حجي يعني هل مالت استفهام مالتي إياقي هل لك أنت إلى أن تزكى الاستفهام تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد يعني كم تياق عينة ملك عقير رب العالمين أقريب له تزكى مالت كابزل خيو شري كافتح مقص رحسي انت قدف كايو انت وتأخى تتأهرك تتأرخ دو يحيش أن تزكى أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد وأصل الزكاة النمو والزيادة وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيد زكاة مالت عمنا يجنزب كون كله زكاة سبزوت نحن كونو تناتو جنزبو يبزحلو يسأريلو يوسخلو مالتيو بمعنى خالق ترجم كأن إيه كمزي ابن عثيمين قال يتوزر لبزمة حافظ مالتيو الإسلام بمعنى الإسلام والتوحيد يعني هل لك إلى أن تزكى مالت تسلم كادو حيش توحيد تمرس كادو حيش مالتي بمعنى لأنه تزكى أبزيد زكاة ترجم معناته خلت معناه له أبتي نمو زيادة وكمان الإسلام والتوحيد ومنه قوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون بسورة فصلت آية شديش تسقب شوعته ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بسورة الشمس آيات شعت تسقب عسرته كالا آيات ما بزعبا زقلت يعني كافت كم نتي معنى ناي تزكاها زقلت إذا آيات زمانتي وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نتا نفسي نتا نفسه حدثب نتا زت ريان طبق غيره بترب زبولو كم تختل زقبران طبق مالتيو قد أفلح تعويتو مالتيو وقد خاب من دساها خاني زبالاشو مالتيو بسورة الشمس شعات تسقب عسر تزلو قتلوا أهديك إلى ربك
أي أدلك إلى ربك أي إلى دين الله عز وجل الموصل إلى الله فتخشى أي فتخاف الله عز وجل على علم منك لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم فإن لم يكن على علم فهو خوف مجرد وهذا هو الفرق بين الخشية والخوف. الفرق بينهما أن الخشية على علم قال الله تعالى إنما يخشى طبعا زي آيات بسورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. سلازي انتاي تفل اللي مالتي تناي خوفن تخشاني زقل سألنا زلو. وأما الخوف فهو مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهمه لا حقيقة له وقد يرى في الليل الظلماء شبحا لا حقيقة له فيخاف منه فهذا ذعر مبني على وهم ولكن الخشية تكون عن علم. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون ما أمره الله به هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. سلزي إذا خانئي إذا آيازي كيدو فرعون موسى عليه السلام لفرعون انتايلو ومالتيو وأهديك إلى ربك وأهديك إلى ربك أي أدلك إلى ربك كما رحكا دون من قد ربي اتي ناب خشية زبط حكا اتي خشية خاء انتايلو أي فتخاف الله عز وجل ربك تفرح لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم. خشية بهال كله بعلمي فرحات كوينو جنب بفلتات فرحوا له مالتيو يعني ناي رب عذاب ناي رب جنة تاي كم تصبيزلو رب انتا إزدلين تاي تحلال تاي حرام فريحو مقصر مخانق فلت كل حدا سب يا الله انت رب معارك وتناي ربي زفلت أبزح علم مسفلت أمالتيو مقودلو سلازي خونه ود سب سلازو قدل سلازي يمالي بتعمي فرح مالتيو تايخ قبرن رب العالمين إزي بفلتات تمركو سفرح مالتيو المقرون بالعلم فإن لم يكن اندحر فرح سقيل مجرد فرحته كوينوجن بزي فلتات زفرح اندحر كوينوجن إزي فرحي إزبهال فرحي بخشيان اتفرحسي عينتات اللو مالتيو ربي فرح خات ربي فلت كات تفرحوا فرحي كم ربي خيفلت كات فرحوا حدا يكونن. طبعا بعربية خوف يبهل خشية يبهل سبحان الله اللغة العربية كم قانقة عربية يلن كالو قانقة فتسم كجلس أي كلنيو لغة القرآن لغة الضاد كم عربية سفح زخونة قانقة يلن مالتيو ولذلك سبحان الله بخالق قانقة كتريون كلها قرآن فتسم تمعنوا ولا تترجموا كم عربية يكون المالتيو ولذلك حج فرحين عبنا بتقرنيا فرحيو لكن أب عربية جن خوف تفرح خلخان خشية ختبل كلخ حد يكون خشية إنما يخشى الله من عباده العلماء تاي مالتيو اتهم علماء يوم كاب ربي زفرحون من تاي سلزفلتات زلوهم علم سلزلوهم يعني سبحان الله تقواناتهم بزح يخون بذنب خي قبرو يتنققون من تاي سلزفلتو اتي حق المعرفة تخكل علم سلزقسمو بزح كل ما تفلت ربي زهبو مالتي إيمانو برتع زخونه تخكلنيا من قد زخونه يتخشى نهاتو دا بزحي خير ماتيو قالوا دما ولا فليتون كان بني إسرائيل لعن رب العالمين أو تيوم كابتي رحمة يا ربي غير المغضوب عليهم ربي قد يقول لهم من تاين دا فلوتو سلتصيقو فلتاتناتهم ناب خشى أيبصحو من تاين دا ناب هلك بتصيحوهم ناب هلك اتيوهم دا فلوتو تصيقو خوينا ما ترشتو رب العالمين كاب رحمته تصيوهم شيطان يفلت نيريو فلتات نير علم له يفلت ايو بتربي استعززو جن اي سمعن اي كتلن نمنتاي كبرياء حزوه مالتيو ولذلك اتي فرحي تفعل لي عينة فرحي زلو مالتيو. واما الخوف المجرد يعني سقي الفرحي علم زي بلو ويفلتاتنا يا رب من قد زي بلو جن انتاي بهال حدا سب كاب زخونه نجر كفرح خيبي مثالي له ابصلمات ليتي قال نجري رايك شبح وي كمز قال حلف زبلي مسلك امو تفرحني من تاي ناي بعد خابت حنقول كازلو مالتي امبر من البات ولا حتى نجري حلفن كون خيبي جن خوف
ولا حنتي كاب فهذا ذعر مبني على وهم يعني يمسلك قال نجر زحلف خوينو بيمسله نتفرح مالتيو فتفت بالبطعمي تسدنقص كلاتنا ابصلمات قال نجر كتبل كلخا بطعمي خاتدنقص لكن الخشية تكون عن علم خشية جن بفلتأتيو فذهب موسى عليه الصلاة والسلام قال لفرعون كيد فرعون تايلو مالتي موسى عليه السلام هل لك إلى أن تزكى توحيد تجبرك تسلم كان يحشك وأهديك إلى ربك لما نقدم ربنا مرحكا فتخشى يعني إزي مالتيو ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية كما أنه لا يقبل من أحد دعوة إلا ببينة جعل الله سبحانه وتعالى على كل رسول آية تدل على صدقه وهنا قال تعالى فأراه الآية الكبرى حجي نورمالي مالتي ودسب كبهالن كله زخونا نجر كتنجرو خلخا كتزاربو خلخا أي أمن الكانيو إلا بزئم نجر ما سرج خقرب لك خلو مالتي لا يؤمنون ولا يقبلون دعوة شخص إلا أنه رسول إلا بآية يعني زخونا سب أنا رسولي أنا ملأختنيا إيقال خبلنكا كله نايقد زخونا نجر تأمر نجر كتر إتدل مالتي كل الرسل يعني رب العالمين كانوا كلهم أنبياتات زخونا نجر تأمر مسأتهم لأخو مالتيو اتسب متان كأمن طبعا قالوا يسب ولا تأمر رئون زي آمنخ ندي سبلو مالتيو لكن اتي ربي إيمان زدليو اللخاء رئو تختلوهم مالتيو እንኳን ዶ يعني معرو نبي زبلكاسي زخونه سب نورمال زخونه ززاربك كمان حقنتو نختفلط حق ديو حسيديو تخكلኛ دي بزح ነገር ተጻሪእ خمالتيو الله سبحانه وتعالى انت يلنا كيدو موسى عليه السلام نافرع فاراه الآية الكبرى يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى أي العظمى فما هي هذه الآية يعني أرى موسى سي نفرعون عابي زخونة عزيم زخونة نجر تأمر أرئيوه مالتيو انت إذا تأمر زين دحريلنا خاري الآية أنه معه عصا من خشب من فروع الشجر كما هو معروف فكان إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى ثم يحملها فتعود عصا سبحان الله إذا تأمر زين ما ناي موسى انت إنيرو بتر نيراتو بتر نورمال كاب تسرح بتري مالتي بتري كلها نفلطو بتري كاب عنጨይቲ تسرح بترحي نيرو بإيدو رب العالمين بقدرته وعزمته سبحان الله ربي كل زكاله نآدم عليه السلام كاب حمد خليقه نحواء كاب مسنجلناي آدم خليقه نعيسى عليه السلام بزي يد خليقه كل زكاله قويتا مالتيو إذا تأمر زي أرئيوه مالتيو موسى إذا بتر بإيدو حزواز النبرة كحزا خلو بتر تخون كودقا خلو كقدفا خلو خا ناب تمن تغير مالتيو إذا تعب آية وسيدو بحيز اللو خيدو مالتيو نموسى رب العالمين ثم يحملها فتعود عسى بإيدو حزان دقنا نتا تمن كا دقنا بإيدو ملس كلا بتر تغير وهذه من آيات الله أن شيئا جمادا إذا وضع على الأرض صار حية تسعى سبحان الله نحسبون كلنا بتعمز قرم نقريو بتري هوت يبلون قلي يبلون عنጨይቲ ولا حنتي سبحان الله لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى قدر بيهم كلنا مريت تمن يغير እንደገና ናብ ኢዱ ከምጽ خلخاني بتري يغير وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فورا إلى حاله الأولى عسى من جملة العصي وإنما بعثه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء أي من غير عيب أي بيضاء بياضا ليس بياض البرص ولكنه بياض جعله الله آية إنما بعثه الله بالعصا واليد لأنه في زمن موسى كان السحر منتشرا شائعا فأرسله الله عز وجل بشيء يغلب به السحرة الذين تصدوا لموسى عليه الصلاة والسلام كال أي آيات ما وكال أي تأمر كأنت موسى رب العالمين تهيبوه إيدو إذا إيدو زياء يعني سبحان الله ناب قوليو ويدما جيبه كأتوان كله مالتيو يعني تخال أي تأمر وآيات بنا دما إيدو أبجبوه كأتوان كله
يعني تصعدا خوينا توصت مصعداونا هاتا خاني تأمر زخونه تصعدا بتعم تصعدا زخونه آية من آيات الله حماما يكونه شجرا يكونه تصقما يكونه جن بقى زقرم برهان بإيدو الرأي مالتيو እንደገና ኖርማል ተመለስካ ለአብቲ ምንታ ይዝድማ አፍቲ ዘመን ናይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አብ ምስሪ ፍሉጣት ዝነበሩ ፍትዋንቲ እዞም ሰሐርቲ ማለትዩ ጠንቆልቲ ስሕር ዝገብሩ ሰብ ዝፍውሱ ብጣዕሚ ብዙሕ ብርታዓትን ብዙሓትን ነይሮም አፍትዋንቲ በቃ ስሕሪ እዘይ ባህሊ ነይሩ رب العالمين كانت نهاتهم سحري ويناتهم حمق صراح سرحوا ዝነበሩ عين ሰብ ዝስሕሩ ማለትዮም ንዑ زفشل نجر كأوز برتع نجر تأمر حق زخونه تابتري سب كريان كل زي كونت تمن تخونسي نايب حق تمنها تغير يدوخ أنا يبقى حق عادات تخون عادات زي بهال يعني بياضا يعني ليس بياض البرص يعني حمام زي بلو ولا تأقم زي بلو معناته طبعا اتيوم سحرة يغلب به السحرة الذين تصدوا لموسى عليه الصلاة والسلام اتيوم سحرتيوم كموسى عليه السلام اتي فرعون نتوم سحرتيو مسؤم توادادوري لو مانتم قال أهل العلم وفي عهد عيسى عليه السلام انتشر الطب انتشارا عظيما فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ إذا جاء إليه بشخص فيه عاهة أي عاهة تكون مسحه بيده ثم برئ بإذن الله يبرئ الأكمه والأبرص طبعا إذي أب زمن موسى سحر إزبرتع نيرو أو فتوانتي الزوتر نيرو مالتيو أبنا عيسى عليه السلام فتوانتي دمانتي نيرو بحكمنا بتعمي نفعات زوتر نيرو رب العالمين كان لك مستحبرة سب مستوان زنبرة شجرات كلهم أنبياتات النحر إنايمكم يوم نيرو أفتوانم زنبرة زوتر زنبرة تم أنبياتات زمتو نعو كأوزل على نجر حزم مخنياتنا تثبتي بتزفلت نجر كردو مالتيو سلازي أبناء عيسى خا حكمنا بتعمي برتوعي نيرو حجي تم حكايم كجبروا زي كقولوا عيسى يجبر نيرو زخنا سب زحمة مالتيو بإيدو خضر زخلو نوعي خا مسيح عيسى زبهال إيدو خضر زخلو حموم زنبرة يطعي عبور زنبرة يرئي سبحان الله يبرئ الأكمه والأبرص مع أن البرص لا دواء له هو يبرئ الأبرص بإذن الله عز وجل ويبرئ الأكمه الذي خلق بلا عيون حدث يعني زي حمامنا برص زبهال مالتيو فتي فوس زين مرفت وانتي نسو عيسى عليه السلام بقدرة الله طبعا يبرئ الأكمه والأبرص أبرص كأني عين زي بلوب زي عين تتولد بلا عيون وأشد من هذا وأعدم أن يجيء الموتى بإذن الله أن يحيي الموتى عفوا بإذن الله السو حالفوس نزعوري يدحن نيرو نعين زي نبرو سبحان الله عين رب العالمين كمزهو بقدرة الله يخو يقبر نيرو عيسى عليه السلام قال أحاول على حالفو موتات زنبرو يتسق نيرو عيسى عليه السلام إذا قم بحيل رب مالتي بإذن الله يحيي الموتى بإذن الله وأعدم أنه يحيي الموتى بإذن الله يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم يعود إليه الحياة حدث موتى سبي يمسولو يزارب عيسى عليه السلام مسؤو يتطوي بلي تس يزارب هيوت الدقنا يركب مالتي وروحي من لسلو إذا قم بقدرة الله وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله من قبورهم يقف على قبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حيا سبحان الله وهذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغه ولهذا كانت آية عيسى في ذلك الوقت مناسبة تماما لما كان عليه الناس إزي خاني عيسى عليه السلام كان زموته محياوت قديف تريفوسي أب قبر خيدو اكلا يلوت أويعو خفت قبري يوت أم نيرو إذا خاني من حكمنا زي كله فتسم كبتصح زي كل نجر مالتي نيرو أفتوانتي أبنا عيسى جزي عليه السلام مالتي ولذلك يلو قال أهل العلم أما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون في الفصاحة ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة وعجزوا على أن يأتوا بمثله قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
سورة الإسراء آية 88. يعني لو كان بعضهم يعاون بعضا فإنهم لن يأتوا بمثله. حينئذ نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام أرى فرعون الآية الكبرى ولكن لم ينتفع بالآيات. كنملة سينا ندحريت مالتيو نا عيسى عليه السلام كم يجيرو خمزة زنبرة خاب قبر خمزة مصوم زنبرة، ولذلك يلو اتهم كلهم أنبياتات أفتي زمنهم مناسب زخون رب العالمين أفتي زمنهم زركب زنبرة تأمر يزمت سنيرو مالتيو مستي خونتاتن مستي زنبرة إواناوي زخونة كونتات أنبياتات كرب العالمين كاب أونو لعلي قبرو زي خلو ودك سبات يمتصنيرو مالتيو كم زي عيسى عليه السلام حكمنا نفعت تباهيلو فتسوم زمو تخت السوء أي كلو نيرم إذي تأمر مخانو يردهم مالتيو ربي ذهبو إيمانك قبر زدلي ختال مالتيو علماء خانتايلوم ناي محمد صلى الله عليه وسلم قنتا إنهاتو تأمر أفتي زمت قلو أفتي رسول صلى الله عليه وسلم زمت قلو وعندما عرب انتاي بمنتاي يجهروا نيرم بقانقا أعملوا فعت نيرم يعني ناتهم انتلكت قانقا ينيرو سوق الحجاز بهال نيروم وجهم قطمو بقى خماتكم قانقا تزعبي تكنولوجي ويدما تزعبي معبالي أفتوان تنهاتهم زنبرا قانقا ينيرو رب العالمين كأني بزو قانقا زي زجهارو نحنا خمانا يلم بزو قانقا زي زبلو زنبرو رب العالمين كأبيتو قانقا نسو يعني زقرم نقر أوريد الله مالتي سخاء قرآن الكريم إلى يوم الدين مالتي رسول الله عليه وسلم قرآن ولذلك اتهم فصحاء نحنا اكسبارتنا يقوان قائنا نزبلو بتعمل خلو إنا زبلو نبرو عجزوا فتسيمهم كم قرآن كند حنت آية حنتي حرف خمسو أي كألون مالتي قل لئن اجتمعت الله سبحانه وتعالى تحديهم مالت اسكر إيوني سخاتكم أنتم سب قانقا أنتم كألت قانقا أزلكم أنتم تجهروا إسكا تأكبكم كلكم تحقاقيسكم تدقاقيفكم حانت آية أمتقوا قل لئن اجتمعت الإنس والجن كمان دك سبات رايزي يكون دك سبات جني تأكبهم كلاتهم حيلي كلاتهم سبسيبهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن كم قرآن كم تزدلين يرم لا يأتون بمثله فتسيمهم كم خمسوا هاي كألون يوم ولو كان بعضهم لبعض تزد تحقاقزو تزد دقاقفو وكا أي كألون كمتو سورة الإسراء آية 88 ولذلك الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام اتي عبيتي آية أرئيو مالتيو جن فرعون فتسيمو خطاقمو أي كألن مالتيو وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ودي سبت راي فرعون زي كونه زخونه سب مالتي دحر القرآن زورده ولا قدميون إزي كم تزبلنا يوم مالتيو رب العالمين زنقرنا زولنا يقوم فرعون ناي فرعون مس بني إسرائيل وكازو كله نحنا خدم مهارينا زو كله تأمر متيوم زو كله آيات متيوم فتيوم ما يطو وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون امنتك أمنوا أي كألون سورة يونس آية 200 حدن مالتيو طبعا قتال اللو زقتل كفالات زلو كنزاربلو إنا نسأل الله سبحانه وتعالى بعلو اتي نور الإيمان ونور الإسلام نفتي لبنا نفت من قدنا كل جيزة نعو خم نرئين نعو خم نختل ربي قبرنا اللهم آمين نخلاتنا هدايا ربي هابنا نفتي حق دينو نفتي اسلمنا خابت بسلام ربي يملسنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.